النهارده ان شاء الله هعمل معاكم البانيه بطريقه سهله جدا وحلوه. كلنا بندور على طعم مميز ليه، وكمان بيبقى نفسنا الطبقه الخارجيه ما تقعش خالص. انا بقى حققت لكم المعادله دي: طعم وشكل وريحه وحاجه تجنن. اول حاجه جبت ربع كوبايه من اللبن ومعلقه كبيره من الخل، ممكن نستبدلهم بكوبايه زبادي. نزلت بفص توم مفروم بيفرق جدا في النكهه، وعصير ليمونه وبصلايه متوسطه مبشوره. هقلب كل ده مع بعضه كويس جدا. البهارات بتاعتي عباره عن نص معلقه صغيره من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسود والسبع بهارات والبابريكا. البابريكا هنا اختياري بس هي بتدي لون حلو قوي. هقلبهم كويس جدا ومحضره البانيه بتاعي. البانيه بتاعي هنا يفضل يكون متقطع وسط، بيبقى حلو قوي، ما بيتحرقش في النار، وكمان بيستوي بيبقى طعمه حلو جدا. هسيبه بقى في التتبيله دي لمده ساعتين. تقدروا في المرحله دي تفرزوه، بس هنحط ربع معلقه من الملح بدل نص معلقه من الملح. يلا بينا بقى نحضر الكفر الخارجي. الكفر الخارجي هنا هيكفي معايا كيلو ونص من البانيه. كوبايتين من البقسماط المطحون، كوبايتين من الدقيق الابيض، عليهم نص كوبايه من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر بتفرق جدا وبتنفخ معانا الطبقه الخارجيه. البهارات بقى ملح وفلفل اسود وسبع بهارات. هحطهم في علبه وهحتفظ بيهم، بيقعدوا معاكي في المطبخ لمدة شهر. لو اكتر من كده حطوهم في التلاجة، بيسهلوا عليكم جدا جدا وانتوا بتقلوا البانيه. دلوقتي بقى جبت طبق حطيت فيه بيضايه واربع معالق من اللبن، رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود. هقلبهم كويس جدا، وهحط بقى الكفر الخارجي اللي هو الدقيق والنشا والبيكنج باودر والملح والفلفل الاسود. هحطهم في طبق بيسهل عليكي جدا، كل ما بتعوزي بتاخدي. لكن لما بنكون مش عاملينه بتبقى الموضوع رخم شويه. جبت بقى البانيه حطيته في البيض، وبعد كده حطيته فيه الدقيق والنشا وضغطت كويس جدا جدا جدا. في المرحله دي نكون مجهزين الزيت، لان لو مش مجهزين الزيت البانيه بتاعك هيشرب الدقيق وهيبقى طعمه وحش قوي. الزيت بتاعك يكون متوسط، درجه الحراره بتاعته متوسطه، ما نقلبش غير بعد مرور 3 دقايق عشان الطبقه الخارجيه ما تقعش منكم. امشوا الطريقه كده بالخطوات بالظبط، هينجح معاكم ان شاء الله من اول مره. لو فضلنا نقلب فيه الطبقه الخارجيه هتقع وهتبهدل الزيت. بعد ما قليت البانيه كله، اتبقى طبعا شويه من الدقيق وشويه من البصل واللبن، خلطتهم مع بعض الاتنين، وقطعت فيهم قطعه بانيه صغيره جدا مكعبات، وحطيتهم في الزيت قليتهم. عايزه اقول لكم الطريقه دي بتبقى حلوه جدا، ما بنرميش اي حاجه. وبس كده عملنا احلى بانيه. شايفين شكله حلو جدا. الطبقه الخارجيه بتاعته ذهبي، وكمان الطبقه الخارجيه ما وقعتش ومستوي جدا. اهم حاجه ان احنا واحنا بنحطه في الدقيق والنشا نضغط عليه كويس جدا جدا، ونكون مجهزين الزيت بتاعنا. الزيت بتاعنا يكون درجه حرارته من 70 ل 80%، ما يكونش عالي قوي عشان البانيه بتاعك ما يعني هيستوي من بره وهيبقى ذهبي، بس من جوه هيبقى ني، وكمان الطبقه ممكن تتحرق والزيت هيتحرق. شايفين؟ دي اسمها كوبيبة، بتبقى بالدقيق والبصل والنشا، بيبقى طعمها حلو قوي، يعني كل حاجة بنستغلها. بصوا البانيه الطبقة الخارجية منفوخة جدا بسبب البيكنج باودر، وكمان هو مستوي. عملت جنبه بقى مكرونة بصلصة. وبس كده. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي عزة ودي قناتي، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. إن شاء الله هعمل معاكم فيديوهات تانية كتير سهلة وسريعة. أشوفكم بإذن الله في فيديو تاني. مع السلامة.